يا مساء الفل. النهارده هعمل معاكم الحواوشي الاسكندراني بكل اسراره وتكاته، مفيش فيه اي صعوبة، نقدر نعمله بسهولة في البيت. اول حاجة معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة فيها نسبة دهن، لازم تكون اللحمة بتاعت الحواوشي فيها نسبة دهن زي ما انتوا شايفين كده. ومعانا التوابل بتاعتنا، معانا بهارات حواوشي، ومعانا بابريكا مدخنة بتدي طعم ولون للحمة جميل جدا، ومعانا ملح وكمون وفلفل اسود والسبع بهارات، والخضار بتاعنا فلفل اخضر، فلفل احمر، شطة سبايسي، البصل، الثلاث بصلات مقطعينهم قطع متوسطة كده. ومعانا الكبة بتاعتنا النهاردة، لو انت مش متوفر عندك كبة ممكن تبشريهم، بس عشان عايزين نعمله حواوشي زي بتاع المحلات فلازم نفرم كل حاجة ما تبقاش باينة في اللحمة كده، يبقى رغيف الحواوشي بتاعنا مظبوط. اول حاجة هننزل بكمية الخضار بتاعتنا كلها. طبعا الشطة السبايسي لقيتها حراقة جدا فخدت نص القرن بس، فلو انت حابة تكتري انت حر. هنفرمهم كده. طبعا هناخد نص قرن الشطة كده. طبعا ما نقدرش نحط اللحمة الأول وبعدين الخضار، عشان لو حطينا اللحمة الأول وبعدين فرمنا الخضار، اللحمة بتاعتنا مية الخضار كلها هتنزل على اللحمة وهتخلي اللحمة بتاعتنا بتلزق كده. وطبعا كده هنفرمها كتير فبالتالي هتلزق يعني كأننا بنعجنها كده. فاحنا عايزين نقلب اللحمة في الخضار بس لفة واحدة بس في الكبة كده، فهنحط الخضار الاول وبعدين اللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. هنفتح على الكبة بتاعتنا عشان نقلب الخضار بتاعنا من تحت لفوق كده، عشان لو مفيش حاجة اتفرمت تتفرح واحنا بنحط اللحمة. زي ما انتوا شايفين كده الخضار بتاعنا ناعم جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده هننزل باللحمة. طبعا لو انتي جايبه اللحمه من عند الجزار ونسيتوا تقولوا له حط لي فيها نسبه دهن، فالوقت ده تجيبي من معلقتين ل3 معالق زيت تنزلي عليهم باللحمه عشان اللحمه بتاعتك يبقى فيها نسبه دهن. فلو انتي اللحمه بتاعتك فيها دهن زي بتاعتي كده يبقى انتي مش هتحطي فيها دهن، يعني لكل نص كيلو لحمه خاليه من الدهن نحط عليها 3 معالق زيت. طبعا هنقلب المكونات كده مع بعض كده في الكبة، هتتقلب كلها مع بعضها لفة واحدة، وهنقوم قافلين الكبة بتاعتنا. عشان كده زي ما انا قلتلكوا ان اللحمة بتاعتنا لازم تكون طرية وما بتلزقش في الايد. طبعا هنقفل الكبة كده وهننزل اللحمة بتاعتنا في بولة عشان نخلط بقى التوابل على اللحمه بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده نزلت اللحمه بتاعتي في بوله، زي ما انتوا شايفين اللحمه بالخضار مفرومين كويسين جدا وناعمه وما بتلزقش في الايد زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجه هننزل عليها بالملح والفلفل الاسود والكمون والسبع بهارات والبابريكا المدخنه وبهارات الحوش. طبعا في الوقت ده يا جماعه ما بننزلش ببهارات كتير عشان طعم اللحمة يبان فيها، مش عايزين يبقى اللحمة كلها عبارة عن بهارات. طبعا هنعجن البهارات باللحمة، نعجنها كويس كده عشان اللحمة كلها تكون متبلة من التوابل. زي ما انتم شايفين كده هنعجنها كويس. وطبعا لو انت مش هتعملي طريقة العيش زي ما احنا هنعمله النهاردة، تقدري تجيبي عيش من الفرن، تقولي لبتاع الفرن اعمل لي عيش حواوشي، عيش صغير شوية عن اللي احنا بنجيبه ويكون قابب شوية عشان تعرفي تحشيه. وهنعمل الخلطة بتاعت اللحمة دي زي ما احنا عاملينها كده، يعني مش هيبقى فيه اي صعوبة خالص. وزي ما انا قلتلك لو حابه تحطي طماطم في اللحمه حطي، بس انا ما بحبش احط طماطم في لحمه الحواوشي، بحسها بتسيبها شويه كده. زي ما انتوا شايفين التوابل اندمجت في اللحمه وما شاء الله زي شكلها زي الفل كده. هندخلها التلاجة نسيبها لمده ساعه على ما نعجن العيش بتاعنا ونطلعها من التلاجة. بعد كده نخش على مرحله العجن. اول حاجه معانا نص كيلو من الدقيق، ده نص كيلو من الدقيق وعليه كوبايه دقيق، فهنعتبره نص كيلو دقيق. عليه كوباية لبن من الدافي، لو انت حابة تعجني بمية اعجني، بس اللبن بيدينا قيمة غذائية عالية.
طبعا. ومعانا نص كوباية من اللبن الرايب، لو مش متوفر عندك يبقى زبادي، لو مش حابة تحطي وتعجني بلبن بس تمام. ومعانا معلقتين سكر ونص معلقة ملح صغيرة، ومعانا معلقة بيكنج باودر او كيك شيف زي ما انتم شايفين كده، ومعانا واحد خميرة فورية، ومعانا معلقة لبن بودر. اللي في المعلقة دي اللبن البودر ده اختياري، يعني لو مش متوفر عندك ما تحطيهوش. يعني هنقول تاني، معانا كوباية لبن دافي، لو مش متوفر عندك قلنا ناجم بالمية عادي. ومعانا نص كوباية من الزبادي، لو مش متوفر عندك يبقى هنحط كوباية ونص من اللبن وخلاص او المية. وعليه هنحط طبعا دلوقتي جبنا الكوباية بتاعتنا بتاعت اللبن، نزلنا بيها بمعلقتين السكر ومعلقة الملح ومعلقة الخميرة الفورية الكبيرة، وهنقلبهم كده لحد ما الخميرة بتاعتنا تتفاعل. طبعا انا نوع الخميرة ده بستخدمه على طول، فانا حبيت اوريكم عشان لو انتوا جبتوا خميرة نوع جديد ما بتستخدموهوش تبقوا تعملوا كده عشان ما تبوظلكوش المقادير بتاعتكم كلها. بعد كده هنخلط بقية المكونات، هننزل بمعلقة الملح على الدقيق، وبالمعلقة اللبن البودر اللي اختياري، يعني لو مش موجود عندك ما تحطهاش مفيش اي مشكلة. وهننزل بمعلقة الكيك شيف او البيكنج باودر الصغيرة بتاعتنا، بتخلي العجينة هشة وطرية وتنفش كده معانا في الفرن. هنقلب المكونات كلها مع بعضها. وهننزل بنص كوباية الزبادي زي ما انتم شايفين كده او اللبن الرايب، طبعا يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما يكونش ساقع ولا يكون سخن، زي ما انا قلتلكوا بيكون بارد يعني دافي، اللبن بيكون دافي واللبن الرايب بيكون بدرجة حرارة الغرفة يعني دافي برضو. وبننزل باللبن كده ونفضل نقلب ونعجن كده لحد ما نحصل على عجينة كده طرية وملمسها طري وتقدر تتشكل معانا بكل سهولة. عجينة الحواوشي بتكون طرية، ما بتكونش يعني ناشفة كده، بتكون طرية في ايدينا مش تقيلة كده، وملمسها طري وناعمة وما بتلزقش في الايد. يعني كل عجينة في المخبوزات تختلف عن العجينة التانية. وزي ما انا قلتلكوا نقدر نعجن بمية، بس اللبن بيدينا قيمة غذائية عالية وطعم احلى طبعا. فلو مش متوفر عندك لبن عادي اعجني باللبن بالمية عادي. طبعا العجينة بتاعتنا طبعا هتحتاج كوباية زيت صغيرة، بس هنضيفها في الاخر. طبعا هنضيفها في الاخر لان بتسهل معانا فرد العجينة وتشكيل العجينة براحتنا. زي ما انتم شايفين كده العجينة لسه جامدة، محتاجة معانا شوية لبن من معلقتين لثلاث معالق لبن كده عشان العجينة بتاعتنا تطرى ونعرف نفردها بكل سهولة. هننزل معانا بكوبايتين معانا كوباية الزيت، هننزل بيها على العجينة طبعا بعد ما تبدأ تلم معانا وتبقى طرية كده، يعني بعد ما نخلص عجن في العجينة خالص ونكون ده الملمس اللي احنا عايزينه ننزل عليها بالزيت بتاعنا. طبعا احنا محتاجين من 3 ل4 معالق دي زي ما انا قلتلكوا، هننزل بيهم لحد ما نعجنها كده ونحصل على القوام اللي احنا عايزينه.
زي ما انتم شايفين كده العجينة بتاعتنا خلاص جهزت معانا، بقت طرية وقوامها طري خلاص، ما عدناش محتاجين لبن. لمت معانا هننزل بقى بالزيت ونبدأ نقلب فيها كده، ندمج الزيت كده في العجينة لحد ما العجينة تشرب الزيت بتاعنا كله. زي ما انتم شايفين كده العجينة خلاص بتشرب الزيت بتاعنا. زي ما انتم شايفين العجينة شربت الزيت بتاعنا خلاص، بقى بنلمسها طري وناعم. هنحطها في البولة بتاعتنا ونغطيها لمدة ساعة كده تختمر. لو انت مستعجلة عليها، لو انت مشغلة فرن حطيه جنبها تختمر معانا بكل سهولة. اما لو احنا بنعجن العجينة دي في الصيف طبعا نص ساعة او اقل من نص ساعة بنلاقيها اختمرت معانا. هنغطي البولة بتاعتنا ونسيبها لمدة ساعة، نغطيها كده بفوطة نضيفة او استريتش او ندفيها كده على قد ما نقدر عشان تختمر معانا بكل سهولة. طبعا العجينة معانا بعد ما اختمرت كده زي ما انتم شايفين هنخرج الهواء اللي فيها عشان تبقى عجينة حلوة كده، ما تبقاش مليانة هواء وخلاص. بعد كده هنعمل نعجن العجينة كده بايدينا. زي ما انتم شايفين عجينة ملمسها طري مفيش فيها اي حاجة طبعا. ومعانا اللحمة زي ما انتم شايفين ريحتها كانت جميلة جدا اول ما طلعت من التلاجة. ومعانا الجبنة الموتزاريلا، ومعانا دي اللي هنفرد بيه، ومعانا السمنة اللي هندهن بيه الصينية وهندهن بيه وش الحواوشي. طبعا هنفرد الدقيق، ناخد شوية دقيق كده نعفر بيهم الرخامة. زي ما انتم شايفين الرخامة نكون غسلينها ومنضفينها جدا جدا. هنكور بقى كده واحدة رغيف، يعني كورة من العجين كده، او واحدة حواوشي، رغيف حواوشي يعني، ونفردها بالنشابة. زي ما انتم شايفين كده بتتفرد معانا بكل سهولة. ونجيب واحدة كورة كده من اللحمة ندورها وننزل بيها في الرغيف بتاعنا. هننزل بشوية جبنة موتزاريلا كده. لو انت مش حابة تحطي ما تحطيش براحتك، بس انا كنت حابة احط فحطيت. ونقفل طبعا الرغيف بتاعنا نقفله بطريقة كويسة عشان الجبنة ولا اللحمة ما تخرجش منه. زي ما انتم شايفين كده هنقفلها بطريقة كويسة. وهندهن الصينية بتاعتنا سمنة. وهنحط الرغيف بتاعنا في الصينية ونبططه كده بايدينا. نفرد العجينة بتاعتنا في الصينية كده بكل سهولة، نبططها بالراحة كده عشان نحاول ان الرغيف بتاعنا ما يتفتحش، من ان يكون الرغيف بتاعنا طبقته سميكة عشان ما يتفتحش مننا من على الوش من فوق. ولو اتفتح بقى ناخد حتة عجينة كده ونحطها على وشه من فوق. زي ما انتم شايفين كده الرغيف معانا سمكه، يعني انا بحب الرغيف الحواوشي كده يعني يبقى سمك مليان شوية كده. فلو انت بتحبي سمكه رفيع كده زي بتاع المحلات بره اعملي، كل واحد يعمل اللي عايزه. ده الشكل التاني، بعمل شكل تاني معاكم اللي هو الطبقتين. باخد
طبقة من تحت كده على طبقة من فوق. طبعا ما بين الطبقتين بجيب كوباية مية كده وبحط فيها معلقة، وظهر من المعلقة من ورا كده ببل الطبقة اللي تحت عشان الطبقة اللي تحت تمسك في الطبقة اللي فوق وما تفكش مننا في الفرن. ببططها كويس كده واجيب شوكة معانا نعمل اللي هو الشكل الخطوط ده، نقفلها من فوق الاول زي ما انتم شايفين كده، نقفلها نجيب من تحت على فوق نقفلها عشان نضمن انه ما يتفتحش مننا، وكمان نعيد عليه بالشوكة يعني زي ما انتم شايفين عشان نضمن ان هو مش هيتفتح معانا خالص. حتى لو اتفتح اللحمة ما تخرجش منه ولا يبقى شكله مش حلو معانا. طبعا يا جماعة النص كيلو اللحمة او نص كيلو الدقيق عمل لي 10 سندوتشات بالحجم الكبير اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين انا بدهن وشه سمنة وبنزل عليه بحبة البركة والسمسم. طبعا يا جماعة الغلطة اللي انا غلطتها ان انا دهنت وشه سمنة، عشان لما دهنت وشه سمنة ودخلته الفرن حبة البركة نزلت من عليه. فلو انت مش هتحط عليه حبة بركة مفيش داعي، عادي تدهنيه بسمنة بدل ما تدهني وشه مثلا بصفار بيضة وشوية وقهوة سريعة الذوبان ومعلقة لبن عشان تديله ايه شكل. فبصراحة انا مبحبش اعمل حواوشي كده، انا بحب اعمله بمعلقة سمنة بتحمر وشه وبيكون طعمه حلو. فدلوقتي انا حطيت حبة بركة وسمسم. فلو انت تحط حبة البركة والسمسم تجيبي معلقة مية كده وتمشيها على وش الحواوشي من فوق وتنزلي عليه. طبعا زي ما انتم شايفين دي كمية الحواوشي اللي بقيت معايا، اللحمة اللي بقيت معايا حطيتها في التلاجة. طبعا زي ما انتم شايفين ده الحواوشي بتاعي، زي ما انتم شايفين طري جدا جدا يا جماعة. طبعا انا لكم انا بحبه بالسمك اللي هو المليان شوية، بحب يعني العيش يبقى مليان شوية، فده كان بالسمك بتاعي، كان السمك بتاعه والحوش بتاعنا طري جدا. هو سخن يا جماعه فمكنتش عارفه امسكه. زي ما انتم شايفين كده العجينه هشه من جوه وطريه واللحمه مستويه جدا ودايبه. طبعا بناكله مع الطحينه والكاتشب. طبعا زي ما انتم شايفين الساندوتش زي ما انتم شايفين كده هاشش من جوه، اللحمه هشه من جوه وطريه زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون سهل وبسطناه عليكم بطريقة معلقة السمنة مبسطة. اللي احنا طبعا يا حطيناها على جماعة الوش كده هي اللي عملت يعني معلقة وشه السمنة هي زي اللي حسيتوها كده القرص اللي هي الطرية عاملاه كده شبه معانا، وهو هش من جوه وطعمه ما ما شاء شاء الله كان جميل. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، واستنونا في فيديوهات تانية كتير، وما تنسوش اشتراككم في القناة واعجابكم في الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.